بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة. هنخش النهاردة بقى في شوية مخبوزات كده حلوة. هنعمل شوية قرص كده، القرص كده طرية كده، اللي في نفس الوقت ناعمة كده وطرية من جوه وهشة كده وناعمة زي قرص الفلاحي كده. حاجة كده جميلة ان شاء الله تعمليها بطريقة سهلة وبسيطة بمكونات بسيطة جدا. هتطلع معاكي زي ما انتم شايفين شكلها، شايفين تحفة جدا، هشة من جوه كده، وفي نفس الوقت تاكليها كده تلاقيها دايبة دوب، وفي نفس الوقت برضو فيها قرمشة حلوة قوي كده بسيطة، يعني تحفة ان شاء الله. لو عملتي بالطريقة دي ان شاء الله تعتمديها على طول في مطبخك. حاجة كده ان شاء الله تاكليها ان شاء الله وتدعيلي. ما تنسونيش بقى من دعمكم كده، لايك كده وشير واشتراك كده في القناة، عشان ان شاء الله كده تشوفوا كل جديد عندي ان شاء الله. وان شاء الله كل الوصفات ان شاء الله تعجبكم، وانا بعمل حاجة بضمير ان شاء الله تعجبكم. هنبتدي بقى مرحلة كده المقادير بتاعتنا. عندي هنا هناخد حوالي ربع كيلو من اللبن للكيلو دقيق، تمام كده. ربع كيلو من اللبن هنديله 4 معالق من السكر البودرة، 4 معالق من السكر، او هتديله 4 معالق سكر عادي خالص. كده كده احنا هنقلبه في اللبن بتاعنا. اللبن بتاعنا يكون دافي ما يكونش بارد، وهتقلبيه كويس كده جوه اللبن بتاعنا كويس. احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ هنحط كل المقادير السايله الاول كلها مع بعضيها، وهنحط معلقه كبيره كده من اللبن البودره كمان. عايزه تستغني عن اللبن البودره مفيهاش مشكله، استغني عنها، بس هو اللبن البودره برضو هنا بيدي برضو هشاشه كده وبيعزز الطعم بتاعي كمان بتاع القرص بتاعتك. يعني انت عايز تعملي قرص صح، هنحط لها كمان كيس كبير كده مقادير الكيلو. هنحط كمان كيس كبير من الخميره الفوريه، او معلقه كبيره من الخميره الفوريه. كيس الكيس اللي هو بيتباع بره هتحطيه كله، او تحطي لو انت عندك برطمان هتحطي معلقه كبيره بس. وهنحط نص ربع معلقه بتاع ده، نص معلقه صغيره من بتاع ده البيكنج باودر. وهنحط كمان كوبايتين من السمنه على الزيت. هنحط 1.5 سمنة على نص زيت، تمام كده. يبقى كوباية ونص سمنة 200 ملي، كوباية ونص سمنة على نص كوباية من الزيت. وهنديها كمان كده معلقة كبيرة من الخل. الخل هنا فايدته ان هو برضو بيديلك هشاشة كده للعجينة، بيعتبر زي محسن كده للمخبوزات بتاعتك. وهنديها رشة كمان من الملح، رشة بسيطة من الملح مش هنكتر، يعني حوالي هنقول نص معلقة صغيرة كده من الملح. وهنقلب بقى المكونات بتاعتنا السايلة دي كلها. وهنديها كمان نص كوباية من القشطة. القشطة دي اللي هي ايه بتاعت اللبن، اللي هو اللبن اللي هو احنا بنشتريه اللي هو السايب. انا بحوش القشطة بتاعته، فانا ايه حطيت نص كوباية، بتعزز لك برضو الطعم بتاعك كده وتخليها كده فيها دسامة حلوة. عايزة برضو تستغني عنها وتستكفي باللبن بس مفيش مشكلة، وممكن تحطي بدل القشطة تستخدمي كوباية زبادي برضو، هتبقى برضو جميلة جدا. قلبيها بقى كويس كده مع المكونات السائلة بتاعتنا. عندي بقى كيلو دقيق كده هبتدي انخله كده عليهم. لازم تنخلي الدقيق بتاعك طبعا عشان لو كان في اي شوائب او اي حاجة، وفي نفس الوقت كمان احنا بندخل جوه الهواء بتاعنا. هندخل كده واحدة واحدة. احنا طبعا شغالين كل ده على ايدينا زي ما انتم شايفين كده. لسه بقى لو انت عندك عجان بقى هتنزلي بكل المقادير دي كده في العجان، برضو هتطلع لك احلى قرص. هنديها كمان كده على دي بتاعي، هنديله كمان كده معلقتين كده من آه اسمه ايه ده، ينسون. هندي معلقتين من اليانسون. اليانسون بيدي طعم جميل جدا للقرص. وهنديها كمان معلقه كبيره كده من السمسم. عايزه تستغني عن حاجه فيهم الموجود عندك في المطبخ مفيش مشكله. عايزه تستخدمي ينسون بس ماشي، عايزه تستخدمي سمسم بس ماشي، عايزه تستخدمي الاتنين مع بعض برضه يديكوا تيست حلو قوي وجميل.
نعمل في البيت، لان انتوا عارفين دلوقتي اسعار، دلوقتي الدنيا بقت نار. اسعار دلوقتي عشان اجيب لي كيلو قرص من بره معلش يعني هيعمل لي مبلغ وقدره، فلا نعملها في البيت وفي نفس الوقت ضامنه نظافتها وضامنه الحاجه اللي انت عاملاها بايديكي وعامله كل حاجه بايديكي برضو يعني. هنبتدي بقى نقلب كده المكونات بتاعتنا دي كلها بقى، نبتدي مرحله العجن بقى اللي هي اصعب مرحله يعني بالنسبه لاي واحده الصراحه. ابتدي بقى كده لمي العجينه كده اللي دي بتاعك كده مع السوائل بتاعتك كويس. هنبتدي مرحله العجن بقى، واذا احتاج طبعا هي لسه هتحتاج مني طبعا ميه، هنبقى نستخدم بقى ميه بعد كده. انت طبعا في الصيف هتستخدمي لو ميه عاديه خالص من الحنفيه، لو احنا طبعا في الشتاء هنستخدم ميه تكون دافيه عشان الخميره بتاعتي تساعد على ان العجينه بتاعتي تختمر يعني. ابتدي بقى كده عجيني كده العجينه بتاعتك، لمي السوائل بتاعتك كويس، دخليها جوه الدقيق. هنديها كده نحط كده جنبي كمان كوب كده من الميه برضو الفتره، وابتدي بقى اعجن بقى لحد ما العجينه بتاعتي تبتدي تلم كده وتتماسك معايا. هتعرفي ان العجينه ظبطت معاكي ازاي لما تلاقي العجينه كده خلاص بقت طريه ومش محتاجه او مش بتلزق في ايدك. اهم حاجه ان هي متلزقش في ايدك خلاص، ولما معاكي اهي زي ما انتم شايفين جميله ازاي طريه وفي نفس الوقت ما بتلزقش في ايدي. ومجرد ما تاخدي قطعه كده وتحطي صباعك فيها هتلاقيها كده بتنزل معاكي كده طريه وسهله انك انت تبتدي تعمليها يعني قرصه يعني تبططيها. هتلاقي الموضوع سهل جدا وهتلاقيها حلو. يبقى كده تمام كده، انا العجينه بتاعتي تمام. فاحنا كده عجننا العجينه، هنبتدي بقى نغطيها بكيس كده وهنسيبها كده حوالي نص ساعه بس ترتاح كده وتبتدي تختمر معانا. هنا العجينه بتاعتي كده اهي بعد ما اختمرت ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. بصوا نفشت ازاي. هنحاول نخرج منها بس نسبة الهواء اللي دخلت فيها، وبعدين تبتدي تغطيها بنفس الكيس برضو عشان ما تنشفش مننا، وتبتدي بقى ايه تعملي القرص بتاعتك واحدة واحدة براحتك كده. تبططيها بقى على صينية، تبططيها على ايدك زي ما يعجبك بقى يعني. عايزه بقى يا سلام كمان لو انت عايزه تحشيها عجوه كمان، تكوني مجهزه العجوه بتاعتك بتمسكيها تعجنيها بمعلقه سمنه بلدي كده وتعجنيها كويس جدا، وتبتدي بقى ايه تقطعي حتت كده وتبططيها وتستخدميها معاهم. لو انت عايزه تعمليها ساده اعمليها ساده. انا عملت جزء ساده يعني الجزء الكبير عملته ساده، وكان عندي قطعه عجوه كده بسيطه كملت بيها وعملتها، كانت جميله جدا وطعمه جدا في العجينه. والقرص صراحه والله يا جماعه يعني بدون حلفان هتطلع طعمه جدا لو عملتيها بالطريقه زي ما بقولك كده. واحنا ما عملناش مكونات برضو كتيره يعني، احنا برضو مقتصدين. وقلت لك عايزه تستغني عن القشطه استغني عنها خالص، بس القشطه دي انا محوشاها من اللبن فهي كده كده موجوده عندي بستخدمها بقى في اي مخبوزات بتنفعني الصراحه. ابتدي بقى بططي بقى القرص بتاعتك وتعمليها كبيره كده يعني ايه، حاولي تخلي القرص بتاعتك كده تبقى يعني سمكها ما يكونش تخينه قوي ولا رفيعه قوي، يكون سمك معقول. لان احنا لما نسيبها تختمر شويه كمان هي هتنفش شويه كمان، فاحنا مش عايزينها تبقى منفوشه قوي يعني، عايزين السمك يكون يعني زي ما انتم شايفين السمك، شايفين سمكه عامل ازاي، عايزين هو السمك ده اللي احنا عايزينه. هكمل بقى انا كده الباقي كده. وابتدي بعد كده بقى خرمي كده بعد ما تخلصيها كده، هتبتدي تخرميها كده بشوكة، بأي شوكة عندي كده تخرميها تمام كده. ولو عملتي جزء بالعجوة هتبتدي تعمليه بالسكينة كده، تشرحيه بالسكينة كده بحيث يبقى معروف العجوة من السادة زي ما انتم شايفين كده. هي انا كده خمرت، وانا اصلا عملتها بالشوكة قبل ما تخمر وسبتها بقى خمرت بقى بالشوكة كده، وهبتدي ادخل في الفرن على طول. اهم حاجة ان انت تعملي في الصاج يعني تحطي العجينة في الصاج القرص بتاعتك في نفس الصاج اللي انت هتخبزي فيه عشان ما تقعديش تنقلي من هنا لهنا. يعني الصاجات اللي انت هتسوي فيها هي اللي انت هتحطي فيها القرص بتاعتك. انا كده ابتديت مرحله التسويه وسويتها زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله جميله جدا تحفه، لونها ذهبي. التسويه بتاعتها هتبقى على درجه حراره 180، تاخد منك حوالي بتاع ربع ساعه، حوالي ربع ساعه. لو انت ما عندك فوق وتحت يبقى تشغلي فوق وتحت، او لو انت عندك تحت لوحده وفوق لوحده تشغلي تحت، وبعدين تبتدي تديها وش. ما شاء الله يا رب تعجبكم.
طبعا في نهاية الفيديو طبعا متنسوش في اللايك طبعا الاشتراك والشير، واترككم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.